السلام عليكم خوتي. في عام 2019 قليلا برك اللي كان يصدق بلي المنتخب الجزائري يقدر يرجع بكأس إفريقيا بعد سنوات من النتائج المخيبة. بزاف ناس فقدوا الأمل. بصح داخل المجموعة كانت كاينة عقلية مختلفة. جمال بولماضي زرع الثقة في اللاعبين وقال لهم بلي الكأس ما تروحش غير للمنتخب اللي عنده أسماء كبيرة، بل للمنتخب اللي يقاتل فوق الميدان. أول مباراة كانت ضد كينيا. المنتخب دخل بقوة من البداية، ضغط عالي وسيطرة كاملة على الكرة. كينيا حاولت تدافع، بصح الهجمات الجزائرية كانت تتكرر حتى أعلن الحكم عن ركلة جزائر. بغداد بونجاح تحمل المسؤولية وسجل أول أهداف الجزائر في البطولة. الهدف هذا حرر اللاعبين وخلاهم يلعبوا بأريحية أكبر. في الشوط الثاني واصلت الجزائر تسيطر على المباراة. يوسف عطال درى مجهودا كبير في الجهة اليمنى ومرر كرة رائعة لرياض محرز اللي استقبلها بكل هدوء وأسكنها الشباك معلنا الهدف الثاني. الجزائر ربحت بهدفين دون رد. وبعثت أول رسالة لكل المنافسين: محارب الصحراء راهم جايين ينافسوا على الكأس. المباراة الثانية كانت أمام السنغال، المنتخب اللي كان مرشح بقوة للتتويج. الكثير توقع مباراة صعبة، لكن الجزائر لعبت بثقة كبيرة وما خفتش من المنافس. وسط الميدان كان يربح أغلب الصراعات، والدفاع كان منظم بشكل ممتاز. مع بداية الشوط الثاني وصلت الكرة إلى يوسف بليلي اللي استغل الفرصة وسجل هدف المباراة الوحيد. بعد الهدف السنغال ضغطت بكل قوتها، لكن مبولحي وماندي وبالعمري كانوا في الموعد وحافظوا على النتيجة حتى صافرة النهاية. فوز ثمين أكد أن الجزائر ما بقاش مجرد منتخب يقدم مستويات جيدة، بل أصبح مرشحا حقيقيا للفوز باللقب. آخر مباراة في دور المجموعات كانت ضد تنزانيا، ورغم أن التأهل كان محسوم بلماضي رفض أي تهاون وأشرك تشكيلة قادرة على مواصلة الانتصارات. المنتخب دخل بنفس الروح الهجومية وما خلاش المنافس يرتاح. في الدقيقة 34 افتتح إسلام سليماني باب التسجيل بعد هجمة جميلة. الهدف زاد من ثقة اللاعبين والجزائر واصلت تضغط. في الشوط الثاني تألق آدم وناسا بشكل لافت، فسجل الهدف الثاني بتسديدة رائعة، ثم عاد بعد دقائق وأضاف الهدف الثالث موقعا على ثنائية أكدت قيمته الكبيرة. انتهت المباراة بثلاثية نظيفة، وأنهت الجزائر دور المجموعات ب3 انتصارات من 3 مباريات و6 أهداف كاملة وشباك نظيفة. المنتخب أصبح حديث الجميع، لكن بالماضي كان يعرف أن أصعب المشوار ما زال ما بداش، وأن المباريات الإقصائية هي اللي راح تبين إذا كان هذا الفريق يقدر يحقق حلم ملايين الجزائريين أو لا. دور المجموعات خلص، والجزائر دخلت الأدوار الإقصائية بثقة كبيرة. بصح من هذه المرحلة ما بقاش كاين مجال للخطأ. أي هزيمة تعني نهاية الحلم. وأول منافس كان منتخب غينيا. من الدقائق الأولى بان باللي محاربي الصحراء ما عندهمش نية يضيعوا الوقت. المنتخب فرض أسلوبه والتحكم في الكرة وبدأ يصنع الفرص واحدة تلو الأخرى. وفي الدقيقة 24 وصلت الكرة إلى يوسف بليلي ليراوغ داخل منطقة الجزاء وسدد بكل قوة، معلنا أول أهداف المباراة. الهدف زاد من ثقة اللاعبين، بينما غينيا حاولت ترجع في النتيجة، لكن الدفاع الجزائري كان حاضر في كل كرة. في الشوط الثاني واصلت الجزائر السيطرة، وفي الدقيقة 57 وصلت الكرة إلى رياض محرز اللي استغل خطأ دفاعيا وانطلق نحو المرمى قبل ما يسجل الهدف الثاني بكل هدوء. غينيا فقدت الأمل تقريبا، لكن الجزائر ما حبستش اللعب. وقبل نهاية المباراة آدم وناس ختم اللقاء بهدف ثالث جميل أكد تفوق الكامل لمحاربي الصحراء. ثلاثية نظيفة وتأهل مستحق إلى ربع النهائي. والمنتخب أكد مرة أخرى أنه واحدا من أقوى منتخبات البطولة. لكن في ربع النهائي كان الموعد مع منتخب كوت ديفوار، واحد من أكثر المنتخبات خبرة في إفريقيا. الجميع كان يعرف بلي هذه المباراة ما راحش تكون سهلة. بداية اللقاء كانت قوية من الجانبين، وكل منتخب حاول يفرض أسلوبه. وفي الدقيقة 20 انطلقت هجمة جزائرية سريعة، وصلت الكرة إلى سفيان فيغولي اللي سددها مباشرة داخل الشباك معلنا تقدم الجزائر. الفرحة كانت كبيرة، لكن المباراة كانت ما تزال طويلة. بعد الهدف ضيعت الجزائر فرصة قتل المباراة بعدما أضاع بغداد بونجاح ركلة جزاء كانت قادرة تمنح المنتخب الهدف الثاني. كوت ديفوار استغلت الفرصة وضغطت أكثر، وفي الشوط الثاني نجحت في تعديل النتيجة ورجعت المباراة إلى نقطة الصفر. الدقائق الأخيرة كانت مليئة بالإثارة، فرص من هنا وهناك، تدخلات قوية وتألق كبير من رايس. مبولحي اللي حافظ على آمال الجزائر. ومع نهاية الوقت الأصلي والإضافي كان لازم ركلات الترجيح هي اللي تحسم المتأهل. حبست الأنفاس، لاعب يسجل والثاني يسجل، والضغط كان يكبر مع كل ركلة. مبولحي تصدى لإحدى الركلات، ولاعبو الجزائر حافظوا على هدوئهم. ومع آخر ركلة ناجحة انفجرت الفرحة. اللاعبون ركضوا نحو مبالحي، والجماهير الجزائرية احتفلت بجنون، لأن المنتخب
تأهل إلى نصف النهائي بعد واحدة من أصعب مباريات البطولة. بالصح الجميع كان يعرف أن الاختبار الأصعب ما زال استنى في محاربي الصحراء. في نصف النهائي الموعد راح يكون مع منتخب نيجيريا، والمباراة هذه راح تكتب واحدة من أعظم اللحظات في تاريخ الكرة الجزائرية. نصف النهائي كان أمام منتخب نيجيريا، مباراة ما كان فيهاش مجال للخطأ، أي تفصيلة صغيرة تقرر مصير حلم كامل. من البداية اللقاء كان حذرا من الطرفين. الجزائر حاولت تمسك الكرة وتبني اللعب، ونيجيريا اعتمدت على المرتدات والسرعة. وسط الميدان كان معركة حقيقية، وكل كرة كانت فيها صراع كبير. ومع مرور الوقت الضغط زاد أكثر، وفي لقطة جابت الفارق كرة عرضية من رياض محرز داخل منطقة الجزاء، والمدافع النيجيري إيكونغ حاول يبعدها، لكن الكرة تحولت بالخطأ وسكنت الشباك. الجزائر تقدمت وبدا الحلم يقرب أكثر، لكن نيجيريا ما استسلمتش وواصلت الضغط حتى تحصلت على ركلة جزاء. بعد العودة لتقنية الفيديو، إيغالو سجل التعادل ورجعت المباراة لنقطة الصفر. الدقائق الأخيرة كانت مشتعلة، وكل شيء كان رايح نحو الوقت الإضافي، حتى جاءت اللحظة التاريخية. مخالفة قريبة من منطقة الجزاء، رياض محرز وقف قدام الكرة والملعب كامل ساكت. تسديدة خرافية دخلت للشباك في الدقيقة 95. هدف تاريخي قل كل شيء، وأهدى الجزائر بطاقة العبور إلى النهائي. وفي النهائي كان الموعد مع السنغال. بداية المباراة كانت مثالية للجزائر. بعد دقيقتين فقط تسديدة من بغداد بونجاح اصطدمت بالدفاع وغيرت اتجاهها ودخلت الشباك. هدف مبكر زاد الثقة وخلى السنغال تدخل في ضغط كبير. بعد الهدف الجزائر رجعت للدفاع بكل قوة. السنغال ضغطت بكل ما عندها، بصح الدفاع الجزائري كان صامد، ومبولحي كان حاضر في كل لحظة صعبة. كل كرة كانت تلعب وكأنها آخر كرة في البطولة. الدقائق الأخيرة كانت طويلة وثقيلة على كل جزائري، حتى أعلن الحكم صافرة النهاية: الجزائر بطلة إفريقيا عام 2019. اللاعبون سجدوا فوق أرضية الميدان، وبالماضي انفجروا بالبكاء من شدة الفرحة. وفي كل الجزائر الناس خرجت تحتفل بلقب انتظروه 29 سنة. كأس إفريقيا عام 2019 ما كانتش مجرد بطولة، كانت قصة جيل آمن حتى النهاية، وكتب اسمه في التاريخ